السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوفوا باغي ندير غير واحد التعقيب على واحد الأخت التونسية، نظن نائبة تونسية ولا والله ما راني عارف، المهم ربما عندها مسؤولية ما كإطار سياسي أو مانيش عارف، نظن نائبة. أجابت على واحد النائب الجزائري اللي يتكلم وقال ربما هي شافت فيه بأن هذا النائب الجزائري قال أن تونس ولاية من ولايات الجزائر. يعني أنا أفهم هذه الأخت التونسية، وأنا سبق وأن قلت للناس وللجزائريين بما أنني جزائري نعطي النصيحة بحكم السن تاعي، ديروني كي الأب تاعكم ولا عمكم ولا نعطيكم نصيحة على حسب السن تاعي وتجربتي في الحياة وشوية اللي قريته وشوية اللي عندي في راسي. راني دائما نقول لكم أنا إنسان عندي غير شوية في راسي راني نستعمله، يعني عندي شويه خير من ما عنديش كاع ولا نكون مجنون، راني نفيدكم به. راني نقولوا لا تحتقروا اي شخص ولا اي وطن ولا اي عرق او اي اصل. il faut pas dire des méchancetés, des choses dégueulasses à propos de n'importe quelle ethnie. une ethnie ça veut dire اصل او فرع او عرق. ما شوف ما نطيحوش بالناس، سواء كانوا امازيغ ولا عرب ولا شاويه ولا زنوج من افريقيا ولا هنود حمر ولا هنوده ولا امريكان ولا دي افرو امريكان ولا دي زاميرانديان ولا دي اوتوكتون تاع الاسترالي ولا كيف ما كان الانسان ما نطيحولاش من قدره، لازم نحترموه كشخص. حتى اليهود نحترموهم اذا كانوا مسالمين. هذا اليهود اذا كانوا مسالمين وما يحبوش الحرب وما يحبوش الظلم وما يحبوش ما يتعرض له الشعب الفلسطيني نحترموهم، هما تاني بشر. احنا الكره نتاعنا للناس المتكبرين وللصهاينه القتله المجرمين هذوك. نعم، اذا نعودوا للقضيه تاعنا مع التوانسه. دوك انتم من تروحوا تقولوا تونس ولايه جزائريه، عاودي اتقوا الله فيها في انفسكم، ما تهضروش هذه الهضره. تونس راهي دوله مستقله ودوله جاره وجب احترامها. احترموا الدوله واحترموا الشعب التونسي، لان الشعب التونسي يحب تقول له باللي عندك دوله، هو يحبها كتهضر معاه تخاطبه كانه شعب في دوله سيده، دوله مستقله عندها حكومتها عندها رئيسها عندها نظام الحكم تاعها وعندها رؤيتها للمستقبل كيما حنايا. نعم نقولوا نحن دول جاره، نحن دول شقيقه، نحن شعوب اخوه في الدين وفي العرق وفي الاسلام. احنا بيننا وبين تونس كاين اشياء بزاف تجمعنا، احنا في زوج امازيغ وعرب ومسلمون في الغالبيه. كاين بعض التوانسه اللي هما كيما نقولوا احنا سي دي زاتي ولا علمانيين ولا ما يامنوش بالله ولا ما يهمنيش ولا يهود ولا نصارى. احنا تاني عندنا ما يهمناش هذا الامر، احنا نهضروا على الغالب، نهضروا على العموم. عموما نحن والتوانسه شعوب متشابهه، ماشي متشابهه في كل شيء، متشابهه في العرق وفي الدين وفي الاخر، وكل شعب عنده الميزات نتاعه. احنا باينه الميزه نتاعنا الوطنيه والثوريه، هذه باينه في الجزائر. تروح للعالم باسره تقول له جزائري يعرفونا كي دايرين، يعرفونا رانا معروفين. لا مارك دو فابريك تاع لي زالجيريان لي كوني دو لو موند. l'Algérien est un rebelle, est un révolutionnaire et l'Algérien veut toujours garder la tête haute. هذا المعروف على الجزائري. الناس الاخرين ما نطيحوش بهم، ماناش نقولوا هما ما عندهمش شرف ولا ما عندهمش كرامه، بصح هذه لا مارك دو فابريك حنا نتاعنا احنا. دروك التونسي لا مارك دو فابريك تاعها ماشي انا اللي نقولها، هو يعرف روحه، والمغربي يعرف روحه، والمصري يعرف روحه، والفرنسي يعرف روحه، كل واحد اخر. احنا نهضروا على رواحنا احنا كجزائريين. فاذا علاه تقولوا للتوانسه الولايه الاخرى علاش راكم تخسرونا؟ علاش بالتفاهه تاعكم والجهل تاعكم؟ هذه دائما راني نقولها، راكم تخسروا، راكم تضروا الجزائر بهذا التكبر تاعكم وبهذه العنجهيه هذه الزائده عن الحدود. عندكم واحد العنجهيه وواحد التكبر زائد عن الحدود، زعما حنا الجيري وحنا فور وحنايا وتونس ولايه تابعه لنا. احترموا نفوسكم كيما تحبوا الناس يحترموكم، احترموا الناس. هذه من جهه. تونس دولة جارة محترمة مستقلة وعندها دولتها وعندها حكومتها وعندها رؤيتها إلى المستقبل وعندها نظام الحكم تاعها. وحنا
كذلك دولة، عندنا شعبنا وعندنا دولتنا وعندنا جيشنا وعندنا رؤيتنا للمستقبل وعندنا نظام الحكم تاعنا. مفهوم؟ دولتان مستقلتان، داكور. ولكن لو كان من جهة أخرى، لو كان حنا فعلا، سمعيني يا أختي يا أيتها التونسية، سمعيني مليح، لو كان من باب المحبة، راكي تسمعيني دروك، أنا دروك راني كونطرا عليك. الأولى كنت معاك أيتها التونسية الأخت، كنت معاك، دروك راني كونطرا عليك في النظرة. دروك لو كان أنت عندك نظرة تاع محبة، نظرة تاع اتحاد، نظرة تاع أخوة، يعني الشعب الجزائري والشعب التونسي شعب واحد، ياك؟ ونقولوا لك باللي انتيا تونس ولايه جزائريه وانتي تاخذيها من باب المحبه والاخوه والاتحاد. الجزائر تضم تونس، الجزائر تضم تونس، باينه. وانتم بروحكم راكم تقولوا الجزائر الاخت الكبرى. الجزائر هي الاخت الكبرى، هي الاخت التي تحضن اختها الصغرى، باينه. من في جميع النواحي الجزائر اكبر واقوى، هذه لازم تعرفوها. لو كان انت كتونسي تقول لي الجزائر تونس اقوى واكبر من الجزائر، سي با لوجيك، سي با نورمال، et personne ne va te croire, personne ne va te croire. On va te dire que tu es maboule كما قال ماكرون، ولا لا؟ الجزائر اكبر من تونس مساحه، من ناحيه الديموغرافيه اكبر من تونس، من ناحيه الناتج المحلي اكبر من تونس، من ناحيه تطور الاقتصاد اكبر، من حيث الجيش اقوى. يعني حنا الاخت الكبرى لتونس. هذا ليس معناه نطيحوا من تونس، لا. كي تكون محبه حقيقيه، كي يكون اتحاد حقيقي، كي يكون تعاون حقيقي، كي تكون لا كونفيونس، فهمني، الثقه، كي تكون لا كونفيونس بين البلدين. ها يا سيدي نقولوا تونس ولايه جزائريه، بصح هذه اون فيريتي سي با فري. تونس سي ان ايطا ليبري سوفران، هذه رانا نقولوها، بصح حنا نقولوا من باب الاخوه، نقولوا تونس ولايه جزائريه، تونس ولايه جزائريه، elle fait partie de l'Algérie. تعرفوا هذه شافيها ولا ما شافيهاش؟ هذه فيها حضن، هذه فيها عناق، هذه فيها ضم، كما الاخ يضم اخوه ولا الصديق يضم صديقه، يديره تحت الحمايه نتاعه، يديره تحت الحمايه، ليس تحت الوصايه. فرق بين الحمايه والوصايه. الوصايه لا، انا je te donne pas les directives, je te montre pas le chemin, je peux te donner un conseil, si tu veux le suivre. نعطيك نصيحه ونقول لك ها كيفاه اذا بغيت تتبع، بصح انا ما نفرضش عليك. يا با دو ديكتا، je ne te dicte pas ma volonté. ما نفرضش عليك رايي ونقول لك سويسه، لا. نعطيك ان كونساي كوم ان غران فرير، بيج برادر، ان غران فرير قال اودي ها كيفاش ونضمك الي ونحميك. الجزائر قادره تحمي تونس ولا لا؟ طبعا الجزائر ماهيش الصين، ماهيش روسيا، وماهيش امريكا، ولكن الجزائر بقدراتها العسكريه وبالديموغرافيه نتاعها 47 مليون الى اخره، قادره باش تحمي تونس وتقف الى جنبها ضد اي اعتداء. ونظن كاين دي زاكور دون سو سونس، راه كاين اتفاقيات. فاذا اختي الكريمه، عندما نقولوا تونس مثلا ولايه جزائريه، خذيها بصدر رحب، انت فتحي القلب نتاعك وبيني هذيك المحبه والاخوه وتقوليها، ومن بعد انت تقولي، انت ايتها التونسيه تقولي ومن بعد واش فيها. حنايا ولايه جزائريه، شرف لنا ان ننتمي الى الجزائر، بلد الشهداء وبلد المجاهدين، بلد الابطال، البلد الذي يساند الشعوب المظلومه، البلد الذي له مواقف مشرفه عالميا، البلد اللي طالما ساعدنا. احنا ما ساعدناكمش يا التوانسه؟ كم مره انتم وقفتوا معنا، ما ننسوش الخير. احنا الجزائريين لسنا نكارين للجميل، دماء التوانسه اختلطت مع الدماء الجزائريين، وكنتم ملجأ لنا في ثوره التحرير، ما ننسوش هذه ابدا. انتم خوتنا. وحتى الشعب المغربي في الحقيقه، الشعب المغربي
ليس المخزن، وليس من يسكن القصور، وليسوا العياشة اللي راهم يهاجمونا، ماشي هذوك. نهضر على غالبية الشعب المغربي كذلك، شعب مسلم أمازيغي عربي تجمعنا به أواصر الأخوة والمحبة والدين. نعم، من المفروض هذا مفروض، ولكن حكامهم اللي ما عندهمش السيطرة على زمام الأمور، حكامهم المتحكم فيهم من باريس ومن تل أبيب هما اللي جعلوا العداوة تنشأ بين الشعبين. نعودوا لتونس، احنا وياكم ما كاش فرق في الحقيقة، ما كاش مشاكل، إلا بعض الأصوات الشاذة بعد الحمير التي تنهق في تونس وتريد إحداث فتنة بين الشعبين التونسي والجزائري. هادو راهم خالصين، قلتها لكم راهم خالصين، راني متأكد 100% بأنهم يتقاضوا أجور باش يحدثون الفتنة بين الشعبين الجزائري والتونسي وبين الدولة الجزائرية والتونسية. ما تتبعوهمش يا التوانسة، مصلحتكم ليست معهم، صدقوني والله. تتبعوا هذه الحمير التي تنهق في تونس، والله العظيم غادي تجلبون الضرر لأنفسكم. خطيكم منهم. عودوا وتبصروا وفكروا، شوفوا أين مصلحتكم مع الجزائر ومصلحتكم فيما بينكم كشعب. تتحدوا وتتعاونوا كشعب تونسي، وتكون عندكم أخوة ومحبة وتعاون واتحاد مع الشعوب المحيطة بكم، مع ليبيا والجزائر وحتى المغرب. الله يسهل بيناتكم، احنا ما راناش نشروا العداوة، مفهوم؟ إذا يا أخت التونسية، عندك الحق. إذا شفتي باللي واحد يريد أن يكون وصيا عليك، أو يريد أن يرغمك على سياسة معينة، أو يريد أن يجبرك على اتباع خط معين، أنت حرة، نعم. ولكن إذا شفتيها من باب المحبة والأخوة والاتحاد والتعاون، شرف لك أن تكوني جزء من الجزائر، ماشي تفقدي السيادة. ليس فقدان للسيادة، ولكن جلب للحماية. ليس فقدان للسياسة، بل جلب للحماية. عندما تكوني في حماية الجزائر تأكدي بأنك في أمان. نحن لا ننكر الجميل ولا نخدع ولا نغدر أبدا. نتمنى للإخوة التونسيين من صميم القلب المزيد من التألق والاتحاد والمحبة فيما بينكم، والخروج من الأزمة الاقتصادية عن قريب. ونتمنى للشعبين الجزائري والتونسي الكثير من المحبة والتعاون والإخاء. نحن إخوة، فلا تقعوا في الفتنة. احذروا، راني نقول لك من هذه الأصوات الشاذة الموجودة في تونس، والتي تعمل من أجل إحداث الفتنة بين تونس والجزائر. إلى هنا نتوقف من فضلكم. إخوتي، أولادي توانسة وجزائريين، ادعموا عمكم باشتراك، ابونمون ولايك إذا تكرمتم، لكي نواصل نزرع المحبة بين الشعبين، نقولوا الكلام اللي يوحدنا ماشي اللي يفرقنا. أنا في فيديو سابق كنت غاضب شوية، كنت زحفان، كنت غاضب، يعني هاجمت شوية هذوك التوانسة اللي هاجموا الجزائر، ولم أهاجم أبدا تونس، لا، هاجمت اللي هاجموا الجزائر. مفهوم؟ كوطني كجزائري أغير على بلاده، سي نورمال. الإنسان كي هاجم بلادي أنا نرد عليه. غدا إن شاء الله غادي نتكلموا في موضوع آخر مهم إن شاء الله، نخلوه لكم مفاجأة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما تنسوناش اللايك وأبونمون من فضلكم. شكرا.